بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نشتغل مع بعض النهارده وحده جميله قوي وسهله وبسيطه لورده كده جميله وكيوت. هنقدر ان احنا نستخدمها في مشاريع كتير من مشاريعنا بالكروشيه. نقدر نزين بيها المشاريع بتاعتنا سواء شنط او ملابس او ممكن كمان نعملها توك للاطفال. تابعونا واعملوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك في القناه لو بتشوفونا لاول مره، واستنونا في فيديوهاتنا الجايه عشان تشوفوا هنعمل بيها ايه الوحدات دي كلها. ما تنسيش لو ما شفتيش فيديو النجمه وفيديو القوقعه بتاعه البحر هتلاقيني سايبه لك اللينك بتاعهم في صندوق الوصف وفي تعليق مثبت تحت الفيديو. يلا بقى نقول بسم الله ونشوف خاماتنا وادواتنا. الخامات والادوات اللي هشتغل بيها النهارده ان شاء الله، انا هشتغل بخيط هيمالايا افري داي، وهشتغل معاه بابره كروشيه مقاس 3، وطبعا محتاجه مقص وابره تنظيف. ويلا نقول بسم الله ونبدا شغل. اول حاجه بقى هشتغلها هبتدي ان انا اكون البترات بتاعه الورده. هجيب كده الخيط والابره بتاعتي وهبتدي ان انا اشتغل عقده بدايه، وهعمل 9 غرز سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اخر غرزة عندي دي بعتبرها غرزة ارتفاع، مش بشتغل فيها حاجة خالص، واروح رايحة على الغرزة اللي بعدها على طول بشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة نص عمود. على الخمس غرز اللي جايين هشتغل في كل غرزة غرزة عمود واحدة بس. ادي كده اول عمود، 1. الغرزة اللي بعدها كده 2. الغرزة اللي بعدها كده 3. اللي بعدها 4، واللي بعدها هتكون العمود الخامس 5. تمام. هاجي عند اخر غرزة في السطر عندي وهشتغل فيها في نفس الغرزة اللي هي في الزاوية دي، هشتغل فيها 3 نص عمود. هاخد لفة على الابرة وهدخل في الغرزة واشتغل اول نص عمود وتاني نص عمود في نفس المكان عشان الشغل يبدأ يلف معايا كده، وتالت نص عمود في نفس المكان. تمام. هبدأ بقى اشتغل على الجنب التاني بتاع السلسلة. هكرر في اول غرزة هتقابلني هشتغل غرزة عمود. انا دلوقتي هشتغل 5 عمدان زي ما كنت بشتغل في الجنب اللي فات. ادي ده كده اول عمود، السلسلة اللي بعدها تاني عمود، اللي بعدها تالت عمود. انا طبعا كده لفيت الشغل وبشتغل على الجنب التاني بتاع السلسلة. رابع عمود، والعمود رقم 5. وانا شغالة باخد معايا طرف البداية كده بفنشه تحت الشغل، او لو بيضايقني ممكن ابقى انضفه في الاخر بإبرة التنظيف. يبقى انا كده اشتغلت على الجنب التاني 5 سلاسل. بعد كده هشتغل غرزة نص عمود، وفي اخر غرزة خالص هشتغل غرزة حشو، وبعد كده هعمل في الاخر هنا كده غرزة منزلقة، غرزة تثبيت، وبقص الخيط الزيادة. طيب انا الجزئية دي او البتلة دي بعمل منها كام واحدة؟ بعمل منها 5. تمام. الاربعة الاولانيين بفنشهم من الخيوط الزيادة كلها، واخر واحدة بس بسيب فيها خيط طويل عشان ابدأ اجمع بيه بإبرة التنظيف. دلوقتي انا بقى بحط الخيط بتاعي الزيادة ده كده في إبرة التنظيف، وبجيب كل الفروع اللي انا كونتها وهبدأ اجمعهم واثبتهم بالشكل ده كده. طبعا الجنب اللي فيه الدوران ده كده بيكون من فوق، وبثبت الفروع بتاع الوردة عندي كده 5 فروع، وابدا ان انا اخيطهم واثبتهم مع بعض بإبرة التنظيف. تقدري تثبتيهم كده بمسدس شمع نقط صغننه كده الاول، بعد كده تثبتي بالخياطه، او تخيطيهم على طول بإبرة التنظيف وتجمعيهم مع بعض، الاسهل لك تقدري تنفذي. هجمعها وارجع لكم. كده انا خلاص خلصت تجميع الورده بالشكل ده كده. هبتدي ان انا بقى اجيب لون اوف وايت كده في إبرة التنظيف، وهبدا ان انا هعمل خطوط هنا كده جوه الورده. تمام. بالشكل ده كده هسيب مثلا هنا كده غرزتين، واجي من ظهر الورده او الورقه بتاعتي دي واسحب وانزل في قلب التجميع بتاعت الوردات بتاعتي، نص الوردة كده. بعمل خط كده. تمام. اروح للوردة اللي بعدها، الورقة اللي بعدها، واجي برضو كده من الظهر واسحب خط بيتجمع، كلهم بيتجمعوا في القلب.
الورقة اللي بعدها. هلف على كل الوردات، كل الورقات نفس الشكل. وبعد ما بخلص تجميعهم كلهم كده باجي من ظهر الشغل واقص الخيوط الزياده دي كده وابدا افنشها، اخلصها وارجع لكم. وده كده الشكل النهائي للوردات بتاعتنا بعد ما خلصت. زي ما شفت هي سهله جدا وبسيطه وتقدروا انتوا تنفذوها باذن الله بكل سهوله. كمان تقدري تشتغليها بواقي الخيوط اللي عندك. ما تنسيش تشوفي الفيديو بتاع القوقعه والفيديو بتاع النجمه وتجهزي كل الوحدات دي، وباذن الله الفيديو الجاي هنعمل تصميم قمر قوي لشنطه جميله هنحط عليها كل الوحدات دي، هتكون مناسبه للمصايف والرحلات. اشوفكم باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.